بناتي الحلوين ممكن يكونوا بيشتكوا من مشكلة بتضايقهم، أنا جاية أتكلم عليها النهاردة. هي مشكلة الستريتش ماركس. طبعا دي بتسبب قلق لبنات كتير وسيدات، نحب نتكلم عليها في العلاج. ممكن يكونوا استخدموا علاج طبي بس أو طرق قديمة، لكن ما جربوش الطرق الجديدة اللي ممكن تجيب نتائج حلوة مع الستريتش ماركس. احنا عندنا كذا طريقة دلوقتي، الدنيا اتقدمت كتير. عندنا فراكشن ليزر، طبعا بيستخدم في الندبات، في ازاله الصمت، في الستريتش ماركس، نتائجه حلوه جدا جدا جدا. عندنا طريقه تانية يعني نقول عليها لاس انفيزيف شويه، اللي هي حقن البلازما، بتجيب نتائج حلوه جدا. هي عباره عن حقن تحت الجلد للستريتش ماركس، وبتدي نضاره للبشره ونتائجها مناسبه جدا. وكمان في طريقه حلوه جدا وممكن تبقى يعني هي مع طرق تانية زي يعني الميزوثيرابي، ممكن نجمعها مع الديرما بان ونتائجها هايله 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 في الستريتش ماركس وكل عمليات النضاره للوجه وللجلد. يا ريت نجرب الحاجات دي. وفي كمان طرق تانية ممكن نستخدمها زي الديرما بان، انه بيعمل ريجوفينيشن شويه وبيخلي الكولاجين بتاع الجلد يبتدي يتكون من جديد، فده بيديني نضاره حلوه جدا للبشره وبيساعد في علاج الستريتش ماركس. في طرق كتير لعلاج الستريتش ماركس موجوده طبعا متوفره في عيادات هيلثي كير، فيا ريت نبتدي نجرب الطرق الجديده دي اللي هتجيب نتائج ممتازه معانا. كنت معاكم دكتوره ايتن عبد العزيز راسم، استشاري امراض جلديه وتناسليه.